اهلا بيكم. انا لينو. النهارده هنعمل مع بعض فول بالقوطه او فول بالطماطم زي ما تقولوا بقى، بس بطعم تحفه جدا. اول حاجه هضيف معلقتين من الزيت وهنزل عليهم بمعلقه من الثوم المفروم، بس مش عايزينه مفروم قوي. رشه كزبره ناشفه ونديلهم تشويحه، مش عايزين اللون يغير ولا ياخد اي لون خالص. هنزل كمان بحوالي نص كيلو من الطماطم متقطعه صغير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، ونديلها تقليبه. شويه ميه صغيرين تساعد في تسويه الطماطم. هغطي عليها واسيبها حوالي 3 دقايق. دلوقتي هضيف نص مكعب من مرقه الدجاج، بتدي طعم حلو جدا للفول. هدوبها بس كويس جدا عشان ما بيبقاش فيه اي تكتلات منها، ونقلب كويس. وضفت حوالي كوبايتين كبار من الفول المدمس، ده كنت مدمساه في البيت، بيبقى احلى مليون مرة من اللي بنشتريه من الشارع. هنا انا لقيت الفول تقيل شوية فضفت له شوية من المية علشان نظبط القوام بتاعه. هضيف كمان التوابل، عبارة عن معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الملح، ورشة سكر صغيرة جدا، تقريبا نص معلقة صغيرة. نديلهم تقليبة كده مع بعض ونسيب الفول ياخد غلوة مع التوابل علشان يبقى طعمه حلو. واخر حاجة هضيفها هي عصير ليمونة، وبس كده هطفي النار خلاص. نقدر كمان نضيف له خضرة عبارة عن كزبرة وشبت، بيدوله طعم حلو، او نسيبه كده. وبكده خلص فيديو النهاردة. حاجة سهلة جدا واقتصادية ومفيش اجمل من كده. لو وصلتوا معايا بقى لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم تشتركوا في القناة لو مهتمين بالمحتوى بتاعي، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار من القناة اول ما انزل فيديو.